بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اول فطار، اول يوم رمضان. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده بطاطس، وهنعمل ملوخية خضراء وهنقرطفها وهنقول عنها شوية معلومات كده. وهنعمل بطاطس كده، هنعمل البصلة من غير ما تبشريها خالص، من غير بشر ولا تعب. وهنعمل عصير سوبيا، وهنعمل تمر هندي كده. فتعالوا معايا يا حبايبي نعمل مع بعض الفطار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. رمضان كريم يا حبايبي، كل عام وأنتم بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فطار أول يوم رمضان. ان شاء الله هنطبخ كده، هنعمل ملوخية خضراء وهنعمل بطاطس ورز مع بعض كده وشوربة. عندي كده حلة على النار، طبعا هحط فيها اللحمة كده اهو. دي اللحمة انا غسلتها كويس جدا، هحطها كده في الحلة. خلاص كده هنستنى بعد ما حطيت اللحمة، هنستنى طبعا لحد ما تبتدي تغلي علشان نشيل الريمة بتاعتها. وبعدين نحط لها البهارات ان شاء الله. كده خلاص اللحمه غلت اهي، وانا شلت منها الريم بتاعها. احط لها دلوقتي طماطمايه متقطعه وبصلايه كده متقطعه مكعبات، وهحط لها البهارات بتاعتها. عندي فلفل اسود وملح، ده فلفل وملح وملح ابيض ومكعب مرقه وورق لورا، احطها كده عليها. كده لازم تظبطي الملح كويس علشان مش هتدوقي طبعا. وخلاص اسيبها كده لحد ما تستوي. وهنا طبعا هعمل البطاطس. عندي كده حطيت معلقه سمنه، وهحط فيها كده بصله متقطعه مكعبات، او اي تقطيع كده، علشان انا ان شاء الله هعلمك طريقه مش هتخليكي تبشري البصله كامل. كده هحطها واسيبها انها تحمر شويه كده، وهحط معاها معلقه كده ملح ابيض علشان ريحه البصله. وهقلب فيها لحد ما تبتدي تحمر شويه. وكده طبعا اول ما تيجي تحمر البصله، قربت تحمر اهي، احط لها بس شويه ميه كده، وهسيبها لحد ما تغلي في الميه شويه، ونرجع ونشوف هنعمل ايه. كده بعد ما البصله قربت خلاص انها تستوي في الميه كده، هجيب هرسه البطاطس دي، وهفضل ان انا اهرس فيها البصله كده كده اهو. هفضل ان انا اهرس فيها كده، يعني هي مش هتاخد وقت مني خالص، وهتتهرس بسرعه جدا زي ما انتم شايفين كده، وهتبقى طبعا ليها طعامه وليها شكل تاني خالص. كده زي ما انتم شايفين بعد ما هرست البصله كويس بقت شايفين شو لونها وشكلها بقى ازاي جميل. هفضل بس اقلب فيها شويه كده، احط لها كمان نص مكعب مرقه، احط لها كده فلفل اسود معلقه صغيره مش مليانه قوي، وهقلب فيها شويه كمان كده على النار كده اهو. لو عندي طبعا اي لحمه بيضه كده احطها في البصله، ده هيديها طعم جميل جدا. كده اهو اقلبها شويه كده فيها، دي هتديها بجد طعم جميل جدا، وهتخلي البطاطس بتاعتك هتبقى جميله خالص، وهتبقى ليها مذاق كده جميل. انا هقلب فيها شويه كده. خلاص كده احط عليها الطماطم. دي طماطم انا ضربتها في الخلاط وعصرتها صفيتها، وهقلبها وهسيبها لحد ما تتسبك، ونرجع ان شاء الله. كده حطيت لها كمان نص معلقه بابريكا، فهسيبها كده انها تتسبك. اقلبها كده كويس وهسيبها تتسبك فيها. وهنا طبعا في الحله دي على النار هنعمل الرز مع بعض. هنعمل الرز ان شاء الله هتبقى حبه وحبه. عندي كده الرز مغسول،
على قد الكميه طبعا اللي انت هتعمليها. هحط كده جزء احمره علشان هعمله حبه وحبه، فانا هحمر الجزء ده كويس كده، هقلب فيه لحد ما يحمر كده. خلاص بعد ما الرز احمر اهو معايا، هنزل عليه باقي الرز كده وهفضل اقلب فيه لحد ما يتجفف كويس كده. بس هظبط له الملح بتاعه كله كده مع نص معلقه او معلقه مش مليانه قوي ملح ابيض، ودي ملح وفلفل كده، وهقلب فيه شويه طبعا لحد ما يتجفف زي ما انا قلت. وهنا طبعا ادي الصلصه بتتسبك اهي معايا، هسيبها كده على نار هاديه لحد ما تتسبك كويس وكده. وانا بقلب في الرز وهي بتجفف هحط عليه طبعا معلقه نص مكعب مرقه كده علشان يتقلب فيه كويس، وهفضل اقلبه كويس كده. خلاص كده الرز اتجفف اهو، هظبط الميه بتاعته، احط كده كوبايه ميه كده، احط كمان شويه ميه كده اهو، وهسيب الرز لحد ما يستوي كويس على النار. وانا كده مظبطه الملح بتاعه وعارفه الكميه بتاعته، هسيبه كده خلاص لحد ما يستوي كده. خلاص الصلصه اتسبكت اهي زي ما انتم شايفين كده. هطلع اللحمه دي خلاص ترجعها مكانها تكمل سوا. دلوقتي هحط عليها البطاطس دي، انا بطاطس قطعتها مكعبات على حسب طبعا ما انت عايزه الكميه اللي انت هتعمليها كده. وهسيب البطاطس لحد ما تستوي، وانا كده مظبطه لها ملحها وكل حاجه. خلاص هسيب البطاطس كده لحد ما تستوي ان شاء الله، بعدين نرجع لكم. هنا كده يا حبايبي هنقرطف الملوخيه ان شاء الله مع بعض كده. دي طبعا الملوخيه انا غسلها كويس جدا، وبحب ان انا اغسلها بالطريقه دي كويس. ما احبش طبعا ان انا ارطفها وارجع اغسلها، لا بحب اغسلها كده بالعود بتاعها، وبعدين اسيبها شويه طبعا تنشف من الميه شويه، وبعدين ارجع ارطفها كده كده اهو. انا برطف بالطريقه دي، باخد كده العود طبعا انا غسلاه كويس جدا، فبحب ان انا اخده كده كامل كده اهو، باخده كامل كده. وطبعا لو انا هخلي ملوخيه لتاني يوم فمش هخليها مستويه، هخليها زي ما هي كده بالعيدان بتاعتها، وهشيلها في التلاجة، وهخلي شوربه علشان هعملها تاني يوم طازه. نصيحه مني ما تخليش الملوخيه تبات خالص، الملوخيه الخضراء لازم تعمليها اول باول طازه، تشيلي لها شوربه وتعمليها تاني يوم طازه. لو عندك بواقي لحمه او عايزه ان انت تاكلي الاكل اللي طبختيه تاني يوم فلازم انك تخلي الملوخيه كده وتطبخيها تاني يوم طازه تبقى كده. فهي دي طبعا طريقتي في ارطيف الملوخيه كده اهو، لانه القلب بتاع الملوخيه ده بيبقى مغسول ونضيف طبعا، فبيدي طعم جميل جدا، وبيخلي الملوخيه تبقى مسكره، تبقى طعمها جميل. كده هي دي طريقتي طبعا في ترطيف الملوخيه. هكمل ارطيف وهرجع لكم ان شاء الله. كده خلاص انا ارطفت الملوخيه زي ما انتم شايفين كده على قد الكميه اللي انا عاوزاها. هبتدي دلوقتي ان انا هخرطها كده اهو. هخلص خرط الملوخيه كده وارجع لكم ان شاء الله، علشان الفيديو كمان ما يطولش قوي.
كده خلاص انا خرطت الملوخيه اهي زي ما انتم شايفين كده. هاخدها طبعا واروح طبعا علشان نسويها مع بعض. كده هنظبط الملوخيه مع بعض نسويها الاول، بس نظبط لها الشوربه بتاعتها. هنحط كده الشوربه عليها. هنقلبها كده نشوف نظبطها كويس، ونحط عليها كده حبة توم مفروم كده صغيرة، حبة كده في قلبها تغلي بيها عشان تديها طعم جميل. نقلبها كده كويس. هي بس محتاجة كبش شوربة تاني كده اهو، ونسيبها تغلي علشان نظبطها كويس. بس ما تغطيهاش وهي بتغلي، سيبيها تغلي على كده. كده خلاص الملوخيه استوت معايا اهي، وظبطتها كويس وظبطت لها الشوربه بتاعتها. هي كده بقت مظبوطه اهي زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنا هعمل الطشه بتاعتي للملوخيه. كده هنزل معلقه ثوم مفروم، حطيت معلقه سمنه في الطاسه كده، نزلت عليها بمعلقه ثوم مفروم. كده خلاص الثوم احمرت معايا كده، وهفضيها على طول كده على الملوخيه. كده خلاص الملوخيه اتظبطت وبقت جميله اهي زي ما انتم شايفين كده. خلاص دلوقتي هسيبها شويه، بس ما تغطيهاش، هسيبها شويه كده. خلاص انا خلصت الاكل استوى. هحمر اللحمه كده، حطيت معلقه سمنه وحط عليها معلقه زيت عشان ما تبقاش تقيله كده. خلاص هحمرها، احط عليها وهي بتتحمر حبه ملح وفلفل كده. كده خلاص يا حبايبي انا انتهيت من الطبيخ. خلصت طبيخ كده وقدمت الاكل اهي اهو زي ما انتم شايفين كده. هي دي سفرة رمضان، وعملت سلطة كده جنبه على السريع كده. وعملت سوبيا، وعملت تمر هندي. كده خلاص هي دي سفرتنا النهاردة في اول يوم رمضان. يا رب تكون عجبتكم، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.